جانب اخر يعني شكون اللي تفاهم معاه انت في المنتخب وشكون اللي قاسمك في في الغرفه يعني كي تدخلوا المعسكرات دائما عندك واحد على ما اظن انا عرفته زيد تاكد ان انت اكد لك بيان سير باسكو هو صاحبي من قبل قبل ما يلعب معايا في الحراس صاحبي في وارن الوالد تاعه صاحب الوالد تاعي يقعدوا مع بعضهم وكاع دونك نتفاهم معاه معرفه قديمه معرفه من زمان ثم كما نقول لك موس واحد يكسبنا انا وياه صاحبي وخويا وكاع هشام بالقروي ربي يخليه لك ونحييه على كل حال نحييه على كل حال. جانب اخر ثاني في نفس الموضوع كاين يعني دائما في المنتخب تعرف فيه لاعب ولا اثنين اللي يديروا لومبيونس هذيك بين اللاعبين يضحكوا دائما تلقاهم دائما هما اللي يخلقوا هذيك الاجواء الجيده والطيبه. على بالنسبه لي ما بينهم سوداني دائما حاضر. لا هلال نمبر 1 هلال سما يضحك وقلبه ابيض ثم ما عندهاش هذيك البغض والحسد توجو تلقاه يضحك يلعب دونك هو اللي داير لومبيونس كاع في ليكيب هلال سوداني. وكاين اسلام زعما في اي دومين تحكي معاه يعرف كل شيء في اي دومين تحكي معاه يعرف كل شيء دونك شكون اللي ما يضحك كاع سيريو يعني على العام انضباط داخل تيرا ولا خارج تيرا نقول حي جامي شتا يضحك نقول حي على العام جامي شتا يضحك انا ضحكت معايا واحد الوقت ضحكت معاه صح كان يضحك انا والله جامي شتا يضحك لا بصح قلبه بيض صح ما يضحكش كثير ولكن انا جامي شتا يضحك توجور سيريو مام في لونتريمون في ريستورون في تشوفه في الكوروا لازم تلقى دائما واحد ثم ماك سيريو زعما هو خدام هو توجور شغل عنده شخصيه كبيره مبولحي والله مام في الفيستير مام في مجموعه لازم يكون عندك واحد قوي الشخصيه يكون عندك واحد اللي يضحك واحد يعمل لك اجواء لازم يعني في مجموعه لازم تكون كل واحد يعطي هذيك الاضافه يعني صحيح في الملعب نتكلموا كاع على المجهودات البدنيه الفرديه الامكانيات الفنيه وخارج الميدان ولا كما في التربصات لان راكم عايشين كاس افريقيا تعيشوها شهر لو ما تكونش هذه الاجواء تقدر تكون فيها تشاجر ما بين اللاعبين وشفناها في عده منتخبات صح بالنسبه لتصفيات كاس افريقيا رانا موجودين في مجموعه نقدر نقول البنين غامبيا والطوغو على ما اظن في متناول الجزائر المرشح الاول هي الجزائر. واش رايك يعني في هذه المجموعه واش ما تظنش باللي ما نقولوش مرشحين قبل الاوان لازم تفوز بالمباريات لازم تلعب بالمباريات نعرف ان افريقيا تغيرت ولكن في متناول المنتخب الجزائري. بيان سور ما تضمن كاليفيكاسيون هي كل شيء على الميدان كما نقولوا كل شيء على الميدان. احنا ندخلوا خاصة أول مباراة تسيروا مباراة هي الفوز المباراة الأولى تكون خارج الديار أو في ملعبك يكون مهم بزاف دونك لازم تفوز بالمباراة الأولى باش تحلك البيبان باش تنجم تتألق وتمشي تروح البريمير إن شاء الله. صحيح. زيادة على هذا واش رايك يعني صحيح مهمة صعبة ما نكتبوش كما يقول لك على رواحنا ما نكتبوش ولكن مستحيلة نقدر نقوموا بمعجزة باش تتأهل لكأس العالم خاصة. نعرف أن بقينا مباراة واحدة ذهاب وإياب ضد زامبيا وبعدين الكاميرون وآخر مباراة نيجيريا. واش رايك الحظوظ يعني هل عندنا حظوظنا باش نتأهل أم لا؟ والله ما كاش مستحيل في كرة القدم كي تشوف برشلونة خاسرين ب4 مع باري ورجعوا ربحوا ب6 ثم انا تما ناحيه المستحيل في كرة القدم. يعني عندنا الامكانيات قادرين يعني حتى ولو الاخفاق الاخير من كاس افريقيا دخلنا في ما ياثرش علينا معنويا ولا يلزمنا مباراه اثر اما لازم كما نقول لك اللي عندهم اسماوات كما نقولوا احنا اسلام محرز هما يحكوا كوادر الفريق هما اللي دعموا الفريق هما اللي يهضروا باش امور الفريق يعاود يرجع المعنويه تاعه باش نرجعوا ان شاء الله نفوز من زامبيا وتعاود ترجع ان شاء الله الاجواء كما كانت ان شاء الله. على كل حال نتمناو حتى ولو صعبه ولكن نتمناو نتاهل. يعني احنا في الاوقات الصعبه هنا وين تبان يعني اللاعب الجزائري والرغبه وقوه اللاعبين الجزائريين المجموعه ولكن في الوقت الحالي اللي يعني نتكلم على التاهل ونتكلم على تصفيات كاس العالم تغيير وقع في الاونه الاخيره كل الجزائر يتكلموا عليه ذهاب روراوه وقدوم الزتشي. واش
رايك يعني في راوراو واش قام به من قبل، واش رايك في التغيير، واش رايك في زوتشي؟ هل راح يعطينا يعني المنتظر من ينتظر فيه كل شعب الجزائر ينتظر؟ صح، واحد ما ينكرش الخير تاع الحاج قام به راوراو هذا صح. بون كيفاش كنا عايشين قبل وكيفاش جا هو، فاصبحت فيدراليه اتحاديه، كيفاش رجعت للفريق الوطني، كيفاش رجع قيمه تاع الفريق الوطني، ولو الافارقه يخافوك والعرب يخافوك، حتى من المنتخبات الاوروبيه يخافوا المنتخب الجزائري. نشكره على كل شيء اللي داره في الفريق الوطني، فرح جمهور، فرح شعب كبير، فرح امه الجزائر الكل، خاصه البورده وقت كما في وقتكم 2009 ثم 2009 ما كانش اللي ما فرحش من قلبه، ثم نشكره على هذيك كاع. هذا مكتوب كما قلت لك ما قدم للكره الجزائريه، هذه كره قدم. وزوتشي ما ينتظر من الرئيس الجديد. زوتشي كيما نقول لك معروف بالاكاديميه تاع بارادو، نجح، واحد ما يكذبش، نجح معاهم وطلعهم طالعين ناسيونالين، وغادي تتبدل الاجواء كما نقول لك، تتبدل عليه الاجواء تاع غادي تسير منتخب وغادي تسير بطوله جزائريه. نتمنى له التوفيق. احنا كلاعبين كما قلت لك المهمه تاعكم في الميدان، وخارج الميدان المسؤولين هما اللي يمشيو الحاله كما قلت. ان شاء الله نتمنى، لان احنا ننتظر يعني كل واحد منقسم، حتى الشعب الجزائري منقسم بالنسبه للمدرب. انت كلاعب ولا كلاعبين تتمنى مدرب اجنبي او مدرب جزائري، ولا الاهم مدرب يكون مدرب قوي الشخصيه، مدرب اللي يعطيك الاضافه. الحاجه الاولى هي يكون عنده شخصيه كبيره، وثاني يكون عنده خبره في افريقيا، لانه احنا نلعبوا كاس افريقيا، كاس العالم او كاس في افريقيا، لازم يكون مدرب عنده خبره، يعطيك الصحه وعنده شخصيه كبيره. هذا ما نتمناه على كل حال ان شاء الله. كل حال تكلمنا عن المنتخب، وانت كلاعب مهمتك داخل ارضيه الملعب تسجيل اهداف، ولا نفس الشيء في الدومين، ولا على طاوله تعرف يعني تسجل اهداف، ولا ما تعرفش يعني تفوز بالدومين ولا لا؟ انا باسير وبيتر في الدومين باسير وبيتر. اللي موافق تلعب معاه ناصر اللي هو موجود حاليا في الجوحه. جيت تخسر اروح تما لعب ضدكم، انا نجيب لاعب معايا ونجيب لاعب واروح. مرحبا بك، تفضل.